السلام عليكم، أنا مس منى رومية. بإذن الله نبدأ الترم سوا بشرح بسيط وسهل ونمشي خطوة خطوة. عايزاكم تتابعوا معايا سيشن بسيشن عشان نكون مجمعين مع بعض المعلومات أول بأول ونتابع مع بعض الشرح وتسألوني دايما في كل حاجة أول بأول. يلا نشوف مع بعض first lesson من chapter 1 لجريد 4. first lesson عندنا اسمه big numbers، يعني بيتكلم عن numbers. طيب تعالوا نشوف كده نفتكر مع بعض digit numbers اللي احنا عارفينها كانت ايه. مش احنا عارفين ان النمبرز عندنا 0 و 1 و 2 و 3 و 4 5 6 7 8 9. دي الديجيت نمبرز اللي انا عارفاها. تمام. طيب عايزين نفتكر واحنا في جريد 1 لما كنا بناخد مع بعض الونس والتنس كنا بنتكلم عن ايه؟ يعني انا لو كنت كتبت هنا نمبر 3 بس كنت بقولك ده الديجيت ده مكانه فين، في الوانس ولا التنس؟ مكانه في الوانس. تمام. طيب لو قلت 2 في التنس يبقى كنت بقولها ازاي؟ كنت بقول 23. تمام. طب لو حطيت هنا 5، طبعا لما كبرنا شوية عرفنا ان مكانها في ال100. تمام. كنا بنقولها ازاي؟ كنا بنقولها 523. تمام. وعارفين ان ده مكانه او بيته اسمه once. ده اسم الجروب بتاعه. لما انا كبرت شوية عرفت ان ده جروبه اسمه once. تمام. طيب لو انا حطيت هنا 4 في الايه، في بيت الونس، مش كنت بقول عليه اسمه 4000؟ يعني انا كده عرفت ان البيت ده اسمه 1000. تمام. طيب انا عارفة ان البيت ده، الجروب ده اسمه 1000. تمام. طب لو انا حطيت في التنس في بيت الثاوزند حطيت 7، مش كنت بقول اسمها 74,523؟ تمام. طب لو حطيت هنا 6، دي مكان ال100، كنت بقرأها ازاي؟ كنت بقرأها 674,523. طيب دلوقتي كبرنا شوية بقينا في جريد 4. طيب هناخد ايه؟ هناخد جروب جديد. الجروب الجديد اسمه ايه؟ اسمه مليون. طيب برضو في ones وفي tens وفي hundreds. طيب في الونس لو انا حطيت في الونس حطيت 1، كنت بقول ايه؟ كنت بقول 1,674,523. طب انا لو حطيت في الثاوزند هنا حطيت 8، كنت بقول 81,674,523. طب لو حطيت 2، 281,674,523. طيب مع المليون هناخد حاجة كمان اسمها مليارد أو بليون.
فيها ايه؟ فيها ones وفيها tens وفيها hundreds برضو، بس احنا في جريد 4 في الليسون بتاعنا ده بس هناخد هنا في الوانس. طيب مثلا لو انا حطيت هنا 4 اسمها 4 مليار 281 millions 674,523. طبعا دي ما تتقالش الوانس، ما تتقالش لان هي وانس بس. يعني انا عارفه ان دلوقتي ان انا بقى عندي 4 جروبس، 4 جروبس، عندي وانس وثاوزندز ومليونز وملياردز. تمام. وعارفه ان كل جروب فيه وانس وفيه تنس وفيه هندردز. تعالوا ناخد نمبرز. تمام. لو شفت عندي نمبر بالمنظر ده وعايزه ادخل كل نمبر في البيت بتاعه، تمام، انا لما اجي اقسم او اعمل ديفايد للنمبر بعمل ايه؟ ببتدي from the right to ايه؟ to the left. ببتدي من الرايت للليفت، ده عشان I divide the numbers in ايه؟ in groups. يعني احط كل number او digit في الجروب بتاعه. ابتدي منين؟ من الرايت to the left. تمام. the first number عندي number 8، يبقى بيته في الوانس من جروب الوانس. تمام. طب 2 هتبقى في تنس الوانس. ها 8 في الوانس من جروب الوانس. طب 2 في التنس من جروب الوانس. طب الفور هحطها في الهندردز في جروب، او لو هيجي هنا يقول لك جروب او بيريود عادي هي. تمام. طب الفور هنا برضو في الوانس بتاعت الثاوزندز. طب الثري هتبقى في التنس بتاعت الثاوزندز. التو في الهندردز بتاعت الثاوزندز. 7 في الوانس بتاعت المليونز، وهنا الزيرو تتحط مكانها عادي، وهنا 3 في الهندردز، وهنا 9 في الملياردز او البليون. تمام. طب انا لو جيت عايزه عايزه اقرا الرقم ده، اقراه ازاي؟ هقراه من الليفت تو ذا رايت. لو انا عايزه اعمل له ريدنج يبقى من الليفت تو ذا رايت. انما انا لو عايزه اديفايد النمبر وكل واحد احطه في الجروب بتاعه يبقى من الايه؟ من الرايت تو ذا ليفت. تمام. طب تعالوا نعمل ريدنج كده للنمبر بتاعنا. هيبقى 9 مليار 307 مليون 234,428. تمام. يبقى انا كده عملت النمبر بتاعي دوت. تعالوا نشوف لو انا عايزه اعمل ديفايدد للنمبر دوت وكل نمبر يكون في البيريود بتاعه او في الجروبس بتاعه. قلنا ابتدي من الليفت ولا ابتدي من الرايت؟ قلنا لو هبتدي من الرايت يبقى انا كده هحط كل نمبر في ايه؟ في الجروب بتاعه. انما لو من الليفت يبقى هعمل ريدنج للنمبر. تمام. طب هبتدي من الرايت عشان احط كل نمبر في الجروب بتاعه. 8 هتبقى في الوانس، وهنا 20 ودي 1. 2 0 1 6 5 2 3 مليار. تمام. عندي حاجة اسمها value وعندي حاجة اسمها place value. أنا كده فهمت قبل ما أطبق. يعني إيه فهمت قبل ما أطبق؟ فهمت إن أنا دلوقتي لما أعوز أجيب الفاليو
هشوف النمبر بتاعي في انهي جروب. انما لو عايزة اعرف البليس فاليو هجيبها من الريدنج عن طريق الريدنج بتاعي. طب انا عايزة افهم برضو يا مس اكتر، انا كده مفهمتش حاجة. يلا نطبق عشان نفهم. تعالوا نشوف. جايب لي هنا نمبر بيقول لك ايه in the number what digit is in thousand place. تعالوا نشوف ان thousand place. thousand place بتاعنا فين؟ مش احنا عارفين ان احنا قلنا ان ده الوانس وده الثاوزند وده المليون وده المليارد. تمام. هو قال ان هو عايز يعرف ايه الثاوزندز. فين الثاوزندز هنا؟ بس هل هو مثلا قالك ان هو عايز tens thousand؟ لا، هو قال لي thousand بس وقف. يبقى نمبر بتاعها، يبقى الديجيت بتاعي يبقى 9. طيب 10 millions place. 10 millions place. فين المليونز؟ فين بيت المليونز بتاعي؟ اهو بيت المليونز اهو. طب فين هنا التن؟ مش ده once وهنا التنس وهنا الهندردز؟ تمام. فين هنا التين مليونز؟ الوان. برافو، يبقى هيكتب هنا الانسر بتاعي 1. طيب هنا عايز المليارد بليس. فين المليارد؟ مش ده المليون وده المليارد؟ تمام، يبقى المليارد بليس هتبقى 3. طب 100,000 بليس. 100,000 هجيبها من ال100 ولا من لا، هو عايزها 100,000. يعني انا هكون في البيت بتاع الثاوزند وعارفه ان هنا وانس وتنس و100. تمام. ال100 100,000 بليس هيبقى الزيرو اهو، مكانه الزيرو. يقولك choose the correct answer. 4 مليار. 4 مليار 103 مليون و905,484. النمبر بتاعي دوت انا عايزه اعرفه. طب تعالوا كده نكتبه سوا. احنا قلنا ان احنا لما بنيجي نحط البليس بتاعه بنحطه من الليفت ولا من الرايت؟ لا، انا بكتبه من الليفت. من الرايت، بكتبه من الرايت. تمام، يعني اكتبه ابتدي من هنا. هيبقى ايه؟ يبقى 484. ده كده الوانس بتاعي. تمام. وبيت الثاوزند جايب لي كام؟ جايب لي 905,000. اكتبها في بيت الثاوزند. تمام. اللي بعدها جايب لي 103. اكتب 103 في بيت المليون. كل واحد، كل نمبرز او كل ديجيت بحطه في الايه، في الجروبس بتاعه. طب هنا 4 مليار يبقى هنا. ها، فين الانسر بتاعتي؟ اهي. يبقى انا كده عرفت الانسر بتاعتي. طيب السؤال اللي بعد كده، ها، جايبها لي هنا مش بالديجيت، جايبها لي هنا بالايه، باللتر. جايب لي 43 مليون. تمام. 509,000. تمام. 458. طب تعالوا نكتبها زي ما احنا كتبنا ده. نكتب ده 458 يبقى 458. تمام. ها، الديجيت اللي بعد كده ايه؟ في بيت الثاوزند بيقولي 509,000. 509. يبقى 500. يبقى الفايف تكون في بيتها في بيت ال100. ها، و9. هل قال حاجة في التنس؟ لا، فيبقى هنا 0 وهنا 9. اللي بعده 43 millions. 43 millions يبقى 43 millions. طبعا انتوا شايفين دي فاضية، ممكن مفكرين ان احنا نحط فيها نمبر او ديجيت. لا، هي هتبقى 43 مكان الهندردز هيفضل فاضي، هتبقى 43. فين النمبر بتاعي ده؟ اهو. يبقى دي الانسر بتاعتي.
هنا جايب لي numbers وعايز نعمل لها divide، وكل number يكون في البيريود بتاعته. طيب تعالوا نشوف اول واحدة. قلنا لما بنيجي نعمل لها divide بيبقى from the right ولا from the left؟ لا، من ال right to the left، يعني انا هقسمها من هنا. تمام. first number اهو once هينزل في ال ones. tens هينزل في ال tens. ال hundreds في ال hundreds. ال ones 6. بعدين 4 و 1 و 7 و 8. تمام. تعالوا نشوف النمبر اللي بعده. 0 في الونس. تمام. 0 في التنس. تمام. 3 في الهندردز. 9 في الونس. 0 في التنس. 0 في الهندردز. 3 في الونس. 5 في التنس. 7 في الهندردز. طب الملياردز ما عنديش ملياردز عادي، لسه ما جبتهاش، او هو ما اداهالكش، فخلاص بتحط الارقام اللي عندك في كل رقم ينزل في بيته وخلاص. طيب هنا هيبقى 1 بعدين 2 6 4 5 3 و7 في المليونز. تمام. تعالوا نشوف اللي بعدها. جايب لي numbers what the digit is in tens place. tens place. فين التنس؟ مش انا عارفة. تعالوا نقسمهم اول. انا عارفة ان دي الوانس، وهنا الثاوزند، وهنا المليون، وهنا الملياردز. تمام. التنس بليس. التنس بليس هل هو قال ثاوزند او مليون او مليارد؟ لا، يبقى انا اجيبها عادي من التنس بتاعت الوانس، يبقى 7. تمام. عايز hundreds place. فين الهندردز؟ هل هو برضو قال ثاوزند او مليون او مليارد؟ لا، يبقى اجيبها من بيت الوانس، هتبقى 6. تمام. طب 1000 place. نقف هنا. هل هو قال بيت؟ قال الجروب بتاعي هيبقى thousands. فين الثاوزندز؟ اهي. مش عايز ال1. فين ال1؟ اهو، هتبقى 5. طب 100,000 place. 100,000 place 3. 10 millions place. فين المليونز؟ اهي المليونز. فين التنس؟ اهي ال10. يبقى 10 millions place هتبقى ال4. 1 مليارد place. ما عنديش غير 1 نمبر بس موجود في ال1 اللي هو ال1. تمام. تمام. هنا بقى جيت في الفاليو. تعالوا نشوف بقى. write the value of the number. ده الفاليو اللي كنت بكلمكم عليه وقلت لكم ازاي هنكتبه. تعالوا بقى نشوف هنكتبه ازاي. بيقول لي write the value the underline digit. تعالوا نشوف. جايب لي الاول ايه؟ النمبر ده، وعايزني اكتب له الايه؟ الديجيت بتاعته. طيب اول ما يجي يقول لك انا عايز الفاليو، ما اشوفش اي رقم من دول. شايفين؟ يعني انا اشوف الرقم بتاعي اللي هو ايه؟ ال6. يبقى ال6 بتاعي هنا. اي رقم هنا على الرايت بتاعه، هنا في الرايت بعتبره 0، ما بشوفوش غير 0. يبقى انا كده بقى عندي ايه؟ 60 مليون. تمام. طيب فين النمبر اللي هو عايزه هنا، اللي عامل لي عليه ديجيت، اللي عامل لي عليه اندرلاين؟ اهو 4. الفور بتاعي هل ابتدي من الليفت ولا من الرايت؟ لا، انا قلت ان انا اشوف كل الارقام اللي في الرايت 0. هتبقى 4 والديجيت، اي ديجيت بعد كده ب0. تمام. يبقى كده بقى عندي 4 مليون. تمام.
تعالوا نشوف النمبر اللي بعد كده 9. ها، بنكتب اللي هنا 0 ولا اللي هنا 0؟ لا، اللي في الرايت. يبقى 9 وبعدين 0. كل الارقام بحط مكانها 0 بس. ده الفاليو بتاعتها. بقى عندي 90 ايه 90,000. تمام. طب الزيرو هنا، الزيرو هنا لو حطيته وبعدين حطيت الارقام اللي بعده برضو زيروهات، ما هي هياها، ما كده كده زيرو، يبقى انت بتحط الفاليو بتاعه بزيرو بس. تعالوا نشوف اللي بعده. هنا بيقول لك the place value of the digit 2 in the number 2. هنا جايب لي complete، بيقول لك the place value of the two of the place value of the digit 2 in the number. جايب لي 2,500,000. 2,500,000. تعالوا نشوف. ها، انا اللي عايزه البليس فاليو. لما يجي يقول لك البليس فاليو، ايه اللي فرقها عن الفاليو؟ ان الفاليو هنا كنت بجيب in numbers او in digit. يعني لما يجي يقول لي انا عايز الفاليو اكتبها in digit. طب لو هنا جه قال لي انا عايز البليس فاليو، عايز البليس فاليو بتاعها، يعني بيتها فين، البيت بتاعها فين. طيب فين هنا بيت التو؟ ها، مش انا عارفه ان ده الوانس وده الثاوزندز وده ايه المليون، يبقى بيت التو في المليون. تمام. اللي بعده عايز يعرف مكان الثري. انا عارفه ان ده الوانس وده التنس وده المليون. تمام. عارفه ده الوانس وده الثاوزندز وده المليونز. تمام. هو عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف نمبر 3. نمبر 3 ده عباره عن ايه؟ عن hundreds. يلا نشوف اللي بعدها. بيقول لي the place value of the digit 3 in the number. فين number 3 اهو؟ طب انا عارفه ان ده هنا الوانس وهنا الثاوزندز وهنا ايه المليون. فين ال 3 هنا؟ في بيت الثاوزندز، مكانها الهندردز، يبقى الهندردز. hundred thousand. اللي بعدها عايز يعرف نمبر 3 فين. اللي بعدها عايز برضو نجيب the place value of the ايه the digit 3 in numbers. تمام. عارفة ان ده الوانس، ها thousands وده millions. number 3 هنا في المليونز، يعني 3 millions، يعني بيتها في المليونز. اللي بعده الناين هنا هتبقى في الايه في ال 10 millions. طب تعالوا نشوف اللي بعدها دي لانها مهمة. بيقولك the place value of the digit 0 in the number، واعطيني النمبر ده. تمام. هو عايز نمبر 0. طب انا عارفة ان دي الوانس ودي الثاوزندز ودي المليون وهنا ايه وهنا المليارد. تمام. عايز يعرف الديجيت بتاع نمبر بتاع الديجيت عايز يعرف البليس فاليو اوف ذا ديجيت ايه 0. تمام. الزيرو هنا لما جه وكان سألني على الفاليو بتاع الزيرو، انا حطيته بزيرو. طب لو سألني على البليس فاليو، لو سألك على البليس فاليو بتاع الزيرو، برضو احط البيت بتاعه كان فين. ماليش دعوة بقى هو زيرو ولا نمبر. هو هنا بيسألني انا عايز البيت بتاع فلان، لازم احط له مكانه.
انما مش عشان هو زيرو فاقول له لا ملوش بليس فاليو. لا، ليه بليس فاليو؟ البليس فاليو بتاعه فين؟ مكانه في الثاوزندز، وهو اصلا 100. يبقى 100 ايه؟ 100 thousands. اللي بعده بيقول لي دي مهمة جدا. اللي انا سبتها دي اعملوها هوم وورك واكتبوها لي عندنا في الكومنت وانا اشوفها. تعالوا نشوف ده جايب لي ايه. 56,000 صح؟ طيب وجايب لي هنا عايز يعرف هي كام thousands. تمام، انا عارفة ان الثاوزند دي اصلا البيت بتاعها بكام زيرو. بيكون قدامها كام زيرو؟ بيكون قدامها 1 2 3. تمام، وانا عندي هنا كام زيرو؟ عندي زيرو. تمام، مش هنا equals، يعني الزيرو راح مع الزيرو، والزيرو راح مع الزيرو، وزيرو راح مع الزيرو. يبقى انا كده عندي كام؟ 56,000. تمام، هنا برضو نفس الحوار، اعملوها واكتبوها لي في الكومنتس. عندي 300,000 وعندي هنا عايز يعرفها هي كام بالهندردز. تمام، انا هنا جايب لي 300,000 وانا عارفه ان الثاوزندز نحط مكانها 3 zeros. تمام، والهندردز 2 zeros. تمام، تعالوا نشوف. ده هيروح مع ده، وده هيطير مع ده. لسه معايا كام زيروز هنا؟ زيرو. يبقى عندي هنا 3 1 2 3. ليه؟ عندي 1 1 2 ودي زيرو كمان. يبقى عندك النمبرز ده. تمام، طب 30 tens. 30 tens. تمام، مش انا عارفة ان التنس ده اللي هو 10 اللي هو زيرو. تمام، يبقى كده equal 300. تمام، طب 60 thousands، انا عارفة ان هي 3 zeros، يبقى 60 thousands. وبكده نكون خلصنا lesson 1. وبإذن الله نتابع مع بعض باقي الشرح لباقي الليسونز. ولو فهمتوا الدرس يا ريت تعملوا شير لباقي أصدقائكم عشان الكل يستفيد. وعايزاكم تتابعوا معايا، وعايزة لو عند أي حد أي سؤال يكتبوه لي في الكومنتس، وتعملوا اشتراك للقناة عشان تتابعوا كل جديد. وبالتوفيق للجميع، واشوفكم ان شاء الله في السيشن الجاي.